السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا ندخل على قصتنا اللي وقفت عند منظور جامد، والدكتور بيقول لنا ان الحقنه دي بتحول الناس لزومبي. وقفت في مكاني مصدوم وبدا قلبي يدق بسرعه. الدكتور كان بيبص لي بنظره كلها خوف وجديه، وهمس بصوت واطي: لو حد عرف اني قلتلكوا مش هشوف الشمس تاني. الحقنه دي مش وقايه، دي بدايه الكارثه. لازم تمشي انت وعمر فورا من الكليه قبل ما يبداوا يلاحظوا انكم ما خدتوهاش. بصيت لعمر اللي كان وشه اصفر من الرعب ومسكته من ايده وقلت له يلا بينا من هنا، مفيش وقت. واحنا رايحين ناحيه البوابه الرئيسيه لقينا الامن قافل الابواب تماما، والطلاب واقفين طوابير طويله مستنيين دورهم في الحقنه. وفجاه سمعنا صوت صراخ عالي جدا جاي من ورا. اول طالب اخذ الحقنه بدا جسمه يتشنج وعينيه اتغيرت تماما، وبدا يهاجم الناس اللي حواليه بطريقه وحشيه. الوضع الحالي اللي احنا فيه، البوابه الرئيسيه مقفوله تماما وتحت سيطره الامن. الخيار المتاح بالنسبه لنا ان احنا نهرب من السور الخلفي القريب من الاوضه المهجوره. اتسحبنا انا وعمر بسرعه ناحيه المبنى القديم اللي فيه الاوضه المهجوره، لان ده المكان الوحيد اللي الامن مش مركز فيه. واحنا بنجري افتكرت كلام احمد اللي المنظور كان اجى عنده عند لقطه الاوضه في الجزء الاول لما كان بيتكلم عن التجارب ضد الاشعاع النووي. وفهمت كل حاجه. الفيروس ده مش مجرد مرض، ده سلاح بيولوجي متطور وبيحاولوا يجربوه. والجثث اللي شفتها متعلقه كانت المحاولات الاولى الفاشله للتحكم في الزومبي قبل اطلاق الفيروس بشكل كامل. الموضوع ما بقاش مجرد هروب من الكليه، الكارثه شكلها هتخرج بره الاسوار والمدينه كلها في خطر. قلت لعمر واحنا بنجري: يا عمر احنا لازم نوصل للبيت ونحذر اهالينا وناخد كل الحاجات الاساسيه. العالم اللي كنا نعرفه انتهى من الدقيقه دي. وصلنا للسور الخلفي وعمر طلع الاول وساعدنا نعدي، واحنا بنبص لورا للمره الاخيره كانت اصوات الصراخ بتملى المكان، والدخان بدا يطلع من المعامل والتحول بدا ينتشر في كل مكان. وصلت بيتي وانا مش قادر اتنفس. زقيت الباب جامد. امي اتخضت وقالت لي: مالك يا محمد؟ في ايه يا ابني بتجري كده ليه؟ قعدت على ركبي من التعب وقلت لها: امي فين ابويا؟ لازم نلم كل الاكل والمعلبات اللي في البيت ونقفل الابواب والشبابيك بالحديد، في مصيبه هتحصل في البلد. في اللحظه دي دخل ابويا وهو ماسك ريموت التلفزيون وباصص للشاشه بذهول. الشاشه كانت بتعرض بث مباشر بره الكليه، بس الكاميرا لقطت طالب عينيه بيضه تماما بيهجم على عسكري وعضه من رقبته. البث انقطع تماما وابويا بصلي وقال لي بذهول: يا محمد ايه اللي بيحصل بره؟ وقبل ما ارد تليفوني رن برقم غريب، وكان الدكتور اللي هرب وقال لي بصوت بيقطع: التراك المبدئي موجود في ثلاجه الابحاث في الاوضه المهجوره، لازم ترجع تاخده يا محمد لو عايز تنقذ اهلك. وبدأ الخط يقطع لحد ما فصل. بصيت لابويا وعمر وقلت لهم: يا بابا اقفل البيت على امي واختي كويس جدا ومحدش يفتح الباب لاي مخلوق، انا وعمر هنرجع الكليه نجيب الترياق. عمر كان خايف بس وافق في الاخر. بالليل وصلنا ورا السور الخلفي للكليه، وكانت الكليه كلها زومبي. اتسحبنا لحد ما دخلنا الاوضه المهجوره وفتحنا التلاجة ولقينا الحقن الزرقاء المشعه اللي هو الترياق. فجاه سمعنا صوت الباب من ورانا. لفيت بكشاف التليفون وصدمة عمري لما لقيت اللي قفل الباب هو الدكتور نفسه، وعينيه نصها بيضة وعنده جرح عميق في كتفه، وبدأ يبتسم ابتسامة مرعبة ويقول: انتوا جيتوا، كنت مستنيكم. وبكده يكون الجزء التاني من قصتنا خلص على لقطة تشويقية جدا. بس استنوا بإذن الله الجزء التالت هيبقى الجزء التالت والأخير هيبقى جزء جامد. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بس كده، سلام.